للحبايب اللي عملوا زي حالاتي وخدوا من كل فيلم أغنية وفي الآخر طلعوا كده موسيقى نشاز ملهاش أي معنى. ايه الطلاسم اللي أنا بقولها دي؟ ركزوا معايا في الفيديو ده لأنه تجربة شخصية. يلا بينا. بصوا بقى، دلوقتي النت مليان كورسات، في منها المجاني وفي منها اللي بفلوس، والكورسات أغلبها بيطلع شهادات، في منها بالعربي وفي منها بالإنجليزي. أنا طبعا شفت الكلام ده وانبهرت بيها، وبقيت أخد كورس في التاني في التالت، وبقى عندي شهادات قد كده، وفي النهاية كانت المحصلة صفر، حرفيا صفر. ليه بقى؟ لان انا شغاله باخد كورسات وخلاص، كل اللي الاقيه في طريقي اخده. طب هل انا مستفيده بيه؟ هل هو هيخدم حاجه معينه عندي؟ ما كانتش مشكلتي بقى الحكايه دي. انا بقول خلاص اهو كورسات في طريقي واديني اعلى وباخد كورسات وباخد شهادات وخلصنا الدور، وفي النهايه ما استفدتش اي حاجه، ضيعت وقتي وضيعت مجهودي وعيالي ما بقتش اهتم بيهم وما ركزتش في حاجاتي اللي في الشغل وهكذا. طب ايه اللي استفدته؟ ولا حاجة. طب ايه اللي المفروض نعمله؟ المفروض ان احنا الكورسات متاحة الحمد لله ودي نعمة ربنا علينا. نعمل ايه بقى؟ نشوف ايه اللي انا محتاجاه، سواء في بيتي سواء في شغلي، سواء ان انا مثلا هشتغل على النت ابتدي انمي مهارة معينة عشان اشتغل بيها، هفتح مثلا مشروع انمي مهارة معينة عشان اشتغل بيها. طب ايه النهاية بعد كده؟ هيبتدي اسيب اثر في نفسي اولا، هتغير، وفي الناس اللي حواليا هعلمهم اللي انا اتعلمته، وفي اللي انا فيه في شغلي هبتدي استخدم اللي انا اتعلمته. ليه؟ عشان ما اعملش زي لو عندي كوبايتين، كوباية حطيت فيها معلقة سكر وكوباية حطيت فيها 10 معالق سكر، بس الكوباية اللي حطيت فيها معلقة سكر رحت قلبتها، اما الكوبايه اللي حطيت فيها 10 سبتها. طيب مين اللي هتعمل مفعول في الميه او في الشاي اللي انا حطاه او في العصير اللي انا حطاه؟ اكيد الكوبايه اللي قلبت فيها معلقه السكر. هو ده اللي عايزين نعمله بالعلم اللي احنا هناخده. ناخد شويه علم ونبتدي ننفذ. هل لازم نوصل لفيه ل100%؟ لا، اي شويه ونبتدي نتعلم ونبتدي ننفذ، لانك لو سمعت الكورس 100 مره وما نفذتش ولا كأنك سمعت حاجة وهتغلط نفس الغلطات. أنا أتعلم، أنفذ، أعلم غيري. طب ليه هعمل كل ديت؟ عشان لما تيجي يوم القيامة ما تقولش الجملة المشهورة يا ليتني قدمت لحياتي. اسمع كده معايا في سورة الفجر، في آخر سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اتعلم ولو حاجة بسيطة ونفذ علشان تستفيد من اللي انت اتعلمته. هتتعلم وتكوم، هتطلع النتيجة صفر وتقول جملة يا ليتني قدمت لحياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.